بسم الله الرحمن الرحيم. سلام أصدقائي، اليوم حبيت أقدم لكم وصفة سريعة، فول مصري بأيادي عراقية. هنا أنا بلشت مباشرة، فلست الباقلة اللي عندي مسلوقة وسخنت المقلاة وخليت بيها ملعقة أو أكثر شوية من زيت الزيتون وشوية من البصل، وبلشت هنا أنا أشوح بالبصل. طبعا تقدرون تستخدمون باقلة معلبات وتقدرون تستخدمون المسلوقة بالبيت. هنا بعد ما تشوح البصل طبعا ضفت قليل من الثوم، لأن تعرفون الثوم بسرعة يحترق، فينضاف بعدين ملعقة من معجون الطماطم، وأكيد أبلش أشوحهم أو أحمسهم بطريقة جيدة وعلى نار هادئة. بعدين مباشرة أضيف الباقلة المفلسة عندي وأبدي أهرسها بحيث يعني تنهرس بشكل جيد، ممكن بهذه الملعقة أو ممكن بالهراسة، يعني أنتوا حرين، بس هذه أنا أعتقد تكفي. هرستها بهذا الشكل، وراح أضيف عليها ماي من الباقلة نفسها المسلوقة، يعني محتفظة بيه. فضفت شوية ماي على شوية من عصرة ليمون، تقريبا ليمونة أو نص ليمونة، رشة ملح أكيد، ورشة فلفل أسود، ورشة كمون خفيفة إذا تحبون نكهة الكمون. وخلاص هذه تبدون تحركوها على نار ناصية، وبس يعني إلى أن تثخن شوية، تكون بهذا الشكل اللطيف. جاهزة طبعا وصحية وبالبيت ونظيفة. بس اللي يتأذى مثلي من القولون لا يأكل أو يقلل من الفول أو من البقوليات بشكل عام. أنا ضفت الكمون حتى يعني يقل تأثير النفخة مالتها، وهذا هو بهالشكل هذا قدمته الشكل النهائي إليه. وصفة سريعة، أتمنى عجبتكم، أتمنى تشاركوني بتعليقاتكم بدعمكم للقناة، ووصفات بسيطة إن شاء الله تستفادون منها، وسلامتكم.